السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي قناة عالم آلاء المتنوع. اليوم غادي نحضر معاكم دي شوسون كيجيو بعجينة خطيرة وبحشوة أكثر من رائعة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ديالي كنتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس باش يبقى يوصلك كل جديدي، وتدعميني بواحد لايك باش يوصل الفيديو لعدد كبير من الناس. ويلا نبداو بالمكونات على بركة الله. كيف ما كتشوفوا غناخد هنا واحد البول، غادي نضيف ليه 3 الكؤوس ديال الدقيق الفورس، وغادي نضيف عليه واحد 3 المعالق كبار ديال الزبدة اللي ذوبتها. الزبدة ضرورية في هاد العجينة، كيف ما قلت لكم راه كتجي رائعة وخطيرة ومختلفة على العجينة ديال المملحات الأخرى. غير جربوها غادي تحماقوا عليها. من بعد ما ضفت 3 المعالق كبار ديال الزبدة، ضفت هنا ربع كأس ديال الزيت، رأس ملعقة ديال الابزار، رأس ملعقة ديال تحميرة، ملعقة صغيرة من الزعتر مطحون، وملعقة صغيرة من الملح. غادية نرمل هذيك العجينة بالزبدة والزيت اللي ضفت. كيف ما كتشوفوا كنرملها مزيان، عاد غادي نبدا نضيف في الماء بالتدريج وانا كنجمع العجين. هاد العجينه هزات ليا تقريبا كأس ونصف ديال الماء بارد من روبيني، ما دفيتو ما والو، غير من روبيني، وجمعت به العجينه ديالي. كيف ما كتشوفوا البنات راه العجينه ما كنعجنوهاش بزاف، ما كندلكوهاش، غير كنجمعوها. كيف ما كتشوفوا كتبقى لينا تقريبا العجينه بحال العجينه ديال الصابلي. من بعد ما جمعت العجين غادي نديرها في بلاستيك غذائي، وغادي نحطها في المجمد باش تجمد ليا ديك الزبده اللي فيها وتطلق معايا بكل سهوله. غادي نحطها في المجمد وغادي ندوز هنا نصاوبوا الحشوه ديالنا. غادي ناخذ واحد المقيله ضفت فيها الزيت المائده، غادي نضيف ليها هنا واحد 2 خيزوات محكوكين في الحكاكه الرقيقه، وواحد 3 ديال القرعه كورجيت حتى هي حكيتها في الحكاكه رقيقه. غادي نخلط المكونات مزيان حتى يدبلوا في الزيت. كيف ما كتشوفوا من بعد ما دبلوا ليا الخضر ديالي غادي نضيف عليهم هنا كميه من الكفته. كتجي حشوه رائعه. ماشي بالضروره انكم تضيفوا غير الجزر والقرعه كورجيت، تقدروا تضيفوا اي حاجه من الخضر اللي كتبغيو. هنا ضفت ملعقه ديال الملح، ملعقه من الخرقوم عرق، ملعقه من الكمون، ملعقه من تحميره، ورأس ملعقه من الابزار. غنضيف عليهم هنا بودره ديال الثوم، واحد الملعقه صغيره او او نصف ملعقه من بودره الثوم. غادي نخلط المكونات مزيان حتى طيب ليا هذيك الكفته ديالي مع الخضر. كيف ما قلت لكم تقدروا تضيفوا البصل، تقدروا تضيفوا الفلفل، الحشو اختياري، ولكن هاد الحشوه اللي شاركت معكم كتجي رائعه ولذيذه غير بهاد المكونات. غادي نضيف عليهم هنا واحد شويه ديال الزيتون خضر اللي قطعته قطع صغيره، ومن بعد غادي نضيف عليهم واحد الكميه ديال الفرماج موتزاريلا اللي غادي يعلك ليا هاد المكونات. من بعد ما ضفت الفرماج طفيت البوطه على هاد المكونات وغادي نبقى نحرك فيهم كيف ما كتشوفوا حتى يذوب الفرماج وسط المكونات ديالي. كيف ما كتشوفوا كتجي حشوه خطيره ومعلكه. شوفوا كيفاش جات معلكه يا البنات مني داب فيها هذاك الفرماج. شوفوا كيفاش جات، غير جربوها حتى المذاق ديالها رائع. من بعد ما طابت لي الحشوه ديالي غادي نخليها على جنب حتى تبرد على خاطرها، وغادي ندوزو دابا العجينه ديالنا. كيف ما كتشوفوا
انا هنا دزت العجين ديالنا، جبت هنايا واحد الطابع دائري وجبت الدقيق باش غادي نطلق هاد العجين والمدلك. غادي نرش الدقيق فوق من سطح العمل وغادي نحط العجينه ونطلقها فوق سطح العمل. كيف ما كتشوفون من بعد ما طلقت العجين ويكون السمك ديالها رقيق كيف ما موضح لكم في الفيديو. غادي نجيب هنايا طابع دائري، انا خديت هنا طابع دائري كبير شويه، ماشي كبير بزاف وماشي صغير. طبعت العجينه ديالي وحيدت منها الزوائد اللي بقاو. غادي نجيب الحشوه وغادي نحطها في الجانب ديال كل دائره كيف ما موضح لكم في الفيديو. راه كتجي عجينة رائعة والحشوة ولا اروع. كيف ما شفتوا العجينة حتى هي درت فيها العطرية او درت فيها التوابل، كتجي بنينة ولذيذة. هنا غادي نستعن بالماء باش نسد العجينة ديالي. جبت هنا واحد شوية ديال الماء وغادي نبدا نحط الماء في الجنب ونسد طرف على الطرف. راه الماء كيخليهم ما يتحلوش لينا في الفرن. مني ندخلوهم الفرن ما كيتحلوش لينا هاد لي شوسون ديالنا. كيف ما كتشوفوا كندهن الطرف وكنسد العجينه ديالنا كيجيو على هاد الشكل. غادي نجرب معاكم واحده اخرى ومن بعد ما نكملهم كاملين غادي نرجع معاكم. كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملتهم كاملين كيتسدوا بكل سهوله. غادي نجيب هنا واحد الفورشيط اللي غادي نديرها في الدقيق وغادي نبدا نطبع فيها دو شوسون ديالنا من الجهه اللي سديناها. كيعطينا شكل زوين وفي نفس الوقت كيثبت لينا ديك العجينه كتبقى مسدوده في الفرن. هنا جبت واحد الصفار ديال البيضه، ضفت عليه قطرات من صلصة الصوجة وغادي ندهن به هاد لو شوسون ديالنا. من بعد ما دهنتهم كيف ما كتشوفوا مشى ليا المقطع اللي كنت كندهن فيه. من بعد ما دهنت لي شوسون ديالنا كاملين جبت هنا واحد شويه ديال الزنجلان وغادي نرشو فوق من لي شوسون ديالنا. بالنسبه ليكم الا بغيتو تضيفوا الزنجلان ضيفوه، ما بغيتوش تضيفوه تقدروا تضيفوا لي بوافغو اولا تخليهم حتى يطيبوا وتضيفوا عليهم غير الفرماج. الشكل النهائي اختياري لكم. من بعد ما غادي نرش عليهم غندخلهم الفران يطيبوا من التحت ومن بعد نهبطهم يطيبوا من الفوق. وهادو هما لي شوسون ديالنا. من بعد ما طابوا ضفت ليهم واحد شويه ديال الفرماج احمر من الفوق ودخلتهم حتى داب ورجعت خرجتهم وقدمتهم بهذه الطريقه. كيجيو رائعين شكلا ومذاقا والعجينه ولا اروع. كيف ما كتشوفوا كيجيو معلكين كيف ما مبين لكم في الفيديو، وحتى العجينه خطيره خطيره. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم كنتمنى تدعموني بالاشتراك في القناه ديالي والضغط على زر لايك باش يوصل الفيديو لعدد كبير من الناس وتبارطاجيوه مع الحباب والصحاب. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.